صباح الخير، صباح الفل، صباح الأمل، صباح التفاؤل. النهاردة بقى أنا عايزة أوريكم بس للبنات اللي لسه برضو عرايس كده وما بيعرفوش في الطبخ قوي. عايزة أوريك إزاي تعملي رز السمك. رز السمك بيبقى جميل قوي لو انتي يعني عملتيه كده، يعني خطوة خطوة زي ما أنا هقولك. أول حاجة بتحطي في الحلة زيت. حلو الكلام. على فكرة أنا بحب الحلل الألمونيا يا جماعة، أنا لا بحب التيفال ولا بحب السيراميك ولا الكلام ده. أنا أقدر وعندي والله العظيم عندي حلل، بس أنا بحب الألمونيا سبحان الله. المهم حطيت بقى في الحلة الألمونيا الجميلة بتاعتي القديمة دي حوالي كده 5 معالق زيت كبار، وحطيت عليهم بصلاية مفرومة زي ما حضرتك شايفة كده. خلينا مع بعض واحدة واحدة ونشوف كده بقى رز السمك هيتعمل ازاي. اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبي برضو، يعني هي البصلايه بتاعت رز السمك مطلوب ان هي تكون غامقه، ما تكونش لونها فاتح يا حبيبه قلبي. ليه؟ لان احنا بيبقى محتاجين رز السمك ده يبقى غامق. لو عندك ديت الدقه بتاعت السمك، دي دقه السمك المشوي، انا دايما ببقى عاملاها وحطها في الفريزر وبطلعها وقت ما احتاجها. هحط منها نص معلقه كده على الرز. انا حطيت الميه بعد ما البصله بقت لونها بني، بصوا اهو، وحطيت الرز اهو. طبعا البخار بتاع الرز مش مخلي الرؤيه واضحه. اهو انا حطيت الرز. اول ما تبصي كده وتلاقيها يتشرب خلاص زي كده، زي ما انت شايفه كده اهو، بصي اهو. اول ما تحسي ان الميه ما بقتش على الوش تبداي بقى توطي النار اهو، وتاكلي احلى رز سمك في الدنيا. بصي بقى الجمال. ادي رز السمك بعد ما خلص وطفيت عليه. انا النهارده عامله سمك مشوي ورز سمك، وعملت جنبيه سلطه، وجبت جرجير وعيش بلدي زي ما انت شايفه كده. الاكل البسيط الجميل المتواضع ده. ربنا يغني الناس بفضله وبكرمه. يوم يعني يوم كده ويوم كده ونمشي حالنا. ده سمك اهو، انا وديته الشوايه اهو. بصوا بقى حلاوته. انا جبته غسلته في البيت وحشيته انا بايدي ووديته الشوايه. بصوا جميل جدا وطعمه حلو اكيد طبعا وريحته حلوه. ودي سلطه خضراء هي عملتها، والجرجير بقى والفجل والحاجات دي اللي بتخلي الاكل له معنى. احنا 2 بس اللي هناكل، احنا مش اكتر من 2 يعني. انا والحاج بس اللي هناكل، لان طبعا الشباب ما بيحبوش الاسماك، قليل قوي ان اكلوا اسماك. وادي اكلتنا النهارده، وادي السمك اهوت. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والاشتراك وتشتركوا عندي في القناه، وان شاء الله تلاقوا كل جديد وتلاقوا كل اللي يعجبكم. واللي عايزه حاجه واللي عندها سؤال تتفضل مشكوره تسالني. وكما بدانا بسم الله نختم بسم الله. اترككم في رعايه الله وامنه، وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك. سلام يا حبايب قلبي.